السلام عليكم. في هذا الفيديو سنحاول فهم آية عظيمة. قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ما المقصود بلا يستحيي؟ وما معنى يضرب مثلا ما؟ وماذا تعني بعوضة؟ هل هي الحشرة المعروفة؟ ولماذا قال بعوضة وليس البعوضة؟ ولماذا جاءت الكلمة بالواو والتاء المربوطة؟ والأهم، ماذا يعني فما فوقها؟ هل هي حشرات تعيش على ظهر البعوضة كما شاع في الفهم التقليدي؟ كل هذا سنحاول أن نجيب عنه في هذا اللقاء. إخواني الكرام، الفهم المنتشر والسائد منذ قرون لقوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يقول الفهم التقليدي بأن الآية تتحدث عن الحشرة المعروفة التي تمتص الدم، وأن فما فوقها يقصدون بها حشرات أصغر تعيش فوق حشرة البعوضة، وكأن الله يتحدث عن طبقات من الكائنات الدقيقة على ظهر هذه الحشرة. هذا الفهم انتشر لأنه قراءة حرفية للنص، لكنه بعيد تماما عن دقة الألفاظ القرآنية. دعونا نفهم كلمات هذه الآية، ولنبدأ بإن الله لا يستحيي. ما معنى لا يستحيي؟ يقولون بأنها تعني أن الله لا يخجل من أن يضرب مثلا ببعوضة. هنا نسأل: هل من المعقول أن ينسب القرآن إلى الله معنى الخجل أو الحياء؟ ربما كلنا سنتفق بأن هذا لا يليق، لأن الحياء عاطفة بشرية، والله سبحانه منزه عن ذلك. بل حتى القرآن نفسه يوضح لنا معنى الفعل يستحيي عندما قال عن فرعون وملئه: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فهل معنى يستحيون نساءكم أنهم يخجلون منهن؟ طبعا لا، بل معناها يبقوهن على الحياة. فالفعل يستحيي هو من الحياة وليس من الحياء. وعندما يأتي بصيغة السين والياء فهو يدل على الاستمرار والإحياء والتمكين من الفهم. إذن عندما يقول تعالى إن الله لا يستحيي، لا يعني أن الله لا يخجل، وإنما يعني أن الله لا يمنع حياة كلماته ومعانيه، ولا يمنع ظهور الأمثال مهما كانت صغيرة ودقيقة. ثم نأتي إلى كلمة يضرب. ضرب المثل في القرآن يعني إعلان شديد يطلب منا الانتباه، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، أي أن الله عندما يضرب مثلا فهو يهيئنا لشيء كبير في المعنى، لا في الصغر أو في الحجم. إذن ضرب المثل يعني تنبيه إلى معنى عظيم يبدأ من مثال بسيط. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما. عبارة مثلا ما تعني أي مثال على الإطلاق مهما كان صغيرا أو دقيقا، فالمثال هنا غير محدد بحشرة أو كائن معين. إذن إخواني، بعد هذا التمهيد نصل إلى الكلمة المحورية: بعوضة. فهل هي الحشرة المعروفة التي تمتص دم بعضنا في الليل؟ أول ملاحظة نلاحظها هي أن الله لم يقل البعوضة بأداة التعريف الألف واللام، بل قال بعوضة بدون أداة التعريف، عكس عندما تكلم عن النحل قال: وأوحى ربك إلى النحل. أيضا قوله تعالى: إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فكما تلاحظون كلمة النحل وردت معرفة لأنها فعلا الآية تقصد الحشرة المعروفة، العنكبوت معرفة لأن فعلا الآية تقصد الحشرة المعروفة. أما كلمة بعوضة في الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فوردت غير معرفة. لماذا؟ الجواب بكل بساطة: لأن الآية لا تتحدث عن حشرة معينة، بل عن أصغر شيء في المادة، أو عن أصغر شيء يفهم، أصغر وحدة يمكن أن يبدأ منها الإدراك. فكلمة بعوضة هي من بعض، أي الجزء الصغير. وهنا قد يقول بعضكم: ماذا تقول؟ ألا ترى الكلمة فيها الواو والتاء المربوطة وأنت تقول لنا بعض؟ أقول: الواو والتاء المربوطة في كلمة بعوضة لم يوضع هكذا عبثا، بل لهما دلالة. الواو فيها شمولية التعدد، والتاء المربوطة علامة على المبالغة في الصغر، أي أنها تمثل أصغر شيء يمكن إدراكه، أدنى نقطة تبدأ منها رحلة الفهم. يبقى السؤال: ما معنى فما فوقها؟ الفهم التقليدي يقول بأن هناك حشرات صغيرة تعيش فوق ظهر البعوضة،
لكن لو كان هذا الفهم صحيح لقال القرآن فما عليها وليس فما فوقها، والفرق واضح. فوق في القرآن تستخدم كثيرا بمعنى الدرجة والمرتبة، لا بمعنى الحجم أو المكان. الله تعالى يقول درجات بعضها فوق بعض، فهل يعني أن بعض الناس جالسون فوق رؤوس بعض؟ لا، بل فوق تعني أعلى درجة، أعلى رتبة، أعمق مستوى. وبهذا يكون معنى فما فوقها أي المراتب الأعلى من الفهم والتعقيد والمعرفة التي تأتي بعد أصغر نقطة. ولكي نقرب الصورة للجميع دعوني أضرب مثالين بسيطين جدا يفهمهما كل الناس. مثلا الزر الكهربائي، الزر هو أبسط شيء تراه، تضغطه فقط، هذا هو معنى بعوضة، بداية الفهم. لكن ما وراء الزر يمثل مستويات أعقد، الأسلاك، ثم لوحة الكهرباء، ثم شبكة التوزيع، ثم محطة التوليد، ثم أنظمة الحماية. هذه كلها فوقها، أي فوق مستوى الزر في التعقيد وليس فوقه في المكان أو الحجم. مثال آخر، الطفل الذي يتعلم الكتابة، أول شيء يتعلمه ويفهمه بشكل بسيط هو النقطة. هذه النقطة هي بعوضة لأنها تمثل بداية فهمه لما سيأتي. فما فوق النقطة سيتعلم الحرف، وفوق الحرف سيتعلم الكلمة، وفوق الكلمة سيتعلم الجملة، فوق الجملة سيتعلم الفقرة، وهكذا. هناك سلسلة من المراتب لا علاقة لها لا بالحجم بل لها علاقة بالفهم. فهكذا نفهم الآية، فهكذا يمكن أن نفهم الآية. يبدأ الله مثله بأصغر نقطة في الإدراك تسمى بعوضة، ثم يدعونا للترقي إلى ما فوقها من مراتب العلم واحدة فوق الأخرى. ما أريد أن أقول بأن كل عصر له بعوضته إن صح التعبير. زمن الصحابة كانت البعوضة أدنى ما يعرفه الناس. اليوم بعوضة هذا العصر هي الذرة، ثم الجزيء، ثم النانو، ثم الكوارك، وغدا سيكتشف العلم ما هو أدق. إذن إخواني الكرام، إذا أردنا أن نقدم مفهومنا للآية إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فالآية لا تتحدث عن حشرة البعوضة كموضوع، بل تتحدث عن مبدأ ضرب الأمثال الإلهي، وأن هذا المبدأ قد يبدأ عند الحاجة من أصغر شيء يمكن أن يتصوره الإنسان، ثم يتدرج فيما هو أعلى منه في التعقيد والمعنى والفهم. بمعنى أوضح، الآية ليست درسا في الحشرات بل درسا في منهج الله في ضرب الأمثال. الله يبين للمكذبين أن المثل قد يأتي بشيء صغير جدا، دقيق جدا، لا قيمة له في نظر الناس، لكنه يحمل وراءه حقيقة عظيمة لا يفهمها إلا من يفتح قلبه. ولهذا قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. المعنى المثل يبدأ من الأصغر ثم يرتقي إلى الأعلى في المعنى وليس في الحجم، ليكشف حقائق كبرى لا يدركها إلا من يتدبر. تماما كما قال في تتمة الآية فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، لأنهم يفهمون أن للصورة الصغيرة معاني كبيرة، بينما المكذبون يقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ لماذا؟ لأن عقولهم تقف عند سطح المثل دون رؤية عمقه. فالله يريد أن يقول لنا إنني أبدأ معكم من أصغر نقطة يمكن أن يفهمها العقل، ثم أرفعكم طبقة بعد طبقة في الإدراك، لأن الأمثال القرآنية تبني الوعي من الأسفل إلى الأعلى، ولا يمنعني صغر الشيء ولا دقته أن أبدأ به ما دام سيوصلكم إلى الحق. فهذا هو معنى قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذا كل شيء والله أعلم، والسلام عليكم.